صباح الخير. النهاردة إن شاء الله أنا هشارككم يومي. يعني هنفطر كده وهنطلع على السطوح وبعدين هننزل نعمل للأولاد حاجة حلوة. النهاردة الجمعة وأنا صحيت على الساعة 8 تقريبا. مجرد ما دخلت المطبخ كانت الساعة حوالي 9. هبتدي بقى أجهز للفطار بتاعي وابتدي يومي. بس قبل ما ابتدي يومي أنا هقول الدعاء اليومي بتاعي اللي بيديني طاقة وبيخليني قادرة أكمل يومي بكل حماس. اللهم إني أستعين بك وبقدرتك وعظمتك يا أرحم الراحمين، فإني أتوكل عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قلت دعاء اليوم بتاعي وهبتدي بقى أجهز الفطار. زي ما انتوا شايفين أنا سلقت البيض وببتدي دلوقتي أقطع البطاطس عشان أحمرها. النهاردة الجمعة عايزة بقى أدلع ولادي وأدلع جوزي وأعمل لهم بقى الفطار اللي تقريبا مش بناكله على مدار الأسبوع. يعني خلي يوم في الأسبوع عندك كده مختلف. وقطعت كمان هنا طماطم وقطعت خيار وقطعت فلفلية كبيرة ونزلت عليهم بمعلقة هريسة وفص ثوم وليمونة وشوية من الملح وشوية من الكمون. فطار خفيف وجميل وأولادي بيحبوه. حبيت أشارككم اليوم. هو مش طويل قوي بس إن شاء الله تستفادوا منه. تمام. دلوقتي بقى هطلع البطاطس بعد ما اتحمرت وخدت اللون الذهبي الجميل ده. طبق بقى كده ومنديل وابتدي بقى اطلع البطاطس. اشتغلت على طول بقى في الفول. معلقه من الزبده وقطعت طماطمايه وهسيبها بقى كده لحد ما تدبل شويه وبعدين انزل بالتوابل بتاعتي. ملح، كمون، شويه من الشطه. تمام. وبعدين هننزل بقى بالفول بتاعنا. ايوه تمام. هقلبه كده شويه. ليمونه بقى كده نقطعها ونعصرها على الفول. تمام كده. وابتديت بعد كده اجهز بقى الطبق البيض الخطير ده، من الحاجات اللي ولادي برضو بيطلبوها مني كتير. طبق سهل وطعمه جميل جدا. بقطع طماطميتين برضو في معلقة زبدة وبمجرد كده ما يتبلوا زي ما انتوا شايفين بكون سلقت البيض وقطعته. كل بيضاية قطعتها نصين كده وبنزل بالبيض بتاعي. طبعا الطماطم دي انا حاطه برضو الفلفل وحاطه الملح وحاطه كمون. وابتديت بقى ارش شويه من الموتزاريلا كده والجبنه الشيدر او لو عندك ميكس كده حطيه فوقيه. دلعي الطبق بقى كده. دي حاجه مميزه بنحب نعملها كل جمعه. وعلى فكره الوجبه اللي قدامكم دي بتكون وجبه فطار مش عايزه جنبيها اي حاجه، هي بس تتغمس كده. تمام. هرش لها رشه من البابريكا. شايفين شكلها ملهوش حل وطعمها جميل جدا. جربي الطبق ده وعلى ضمانتي انا. هغطي الطبق. وتمام كده حضرت الفطار بتاعي الخطير ويلا بينا بقى على السطوح. يا نهار ابيض. زي ما انتوا شايفين اتفاجئت طبعا لما طلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس ولا يهمني. مسكت المقشه وابتديت اكنس السطح كله اهو. طبعا احنا بقالنا فتره طويله جدا ما بنطلعش على السطوح وده كان متوقع برضو. شويه ميه بقى كده وهبتدي برضو امسح ارضيه السطح. يعني نقعد برضو على نظافه، اكيد مش هنقعد والمنظر وحش. يا سلام. فرشت السجاده بتاعتي واحط الشلتتين ويلا بينا نفطر. هفطر وهرجع معاكم تاني. طبعا بعد ما خلصنا فطار بقى على السطوح وشربنا الشاي بتاعنا نزلت تاني على شقتي
ودخلت المملكة بتاعتي عشان اغسل المواعين بقى اللي طلعت من الفطار. احط بقى شوية خل على شوية الفير اللي عندي وابتدي اغسل المواعين. ومن هنا بقى انا عايزة اطلب منك طلب. مش لازم كل حاجة في حياتك تحكيها. اقفلي على اسرارك واسرار زوجك، واعرفي ان الكل عزيز عزيز. مهما قلتي للي بتحكي له اكتم السر. طب ازاي وانتي نفسك مش عارفة تكتمي سرك؟ كل ما تعملي خصوصية لحياتك كل ما هتحسي براحة بال. صدقيني والله. ابعدي عن القيل والقال. بلاش تعيشي في حرب مع حد. خلي دايما الناس تشوفك من بره، اسرارك لنفسك. في حاجات حلوة بنكون مستنيينها، اكيد منكم كتير عاش اللي انا هقوله. بنكون مستنيين حاجات تحصل، بنكون مستنيين حاجات هتيجي، واول ما بنتكلم عنها للأسف ما بتحصلش. كل واحد فينا ربنا بيديله على قد نواياه. اقولك على حاجة والله، طول ما قلبك نظيف ونيتك صافية وبتتعاملي مع الناس باللي في قلبك ومش شايلة كره لحد، هتلاقي ربنا دايما كرمك وميسر لك كل امورك. اقولك على حاجة كمان، بلاش تفتحي صفحات جديدة في حياتك مع اي حد. واعرفي اللي ما يعرفش قيمتك فرقيه وانتي الكسبانة. وامشي وما تدوريش وراكي. زي ما انتوا شايفين هنا انا خلصت المواعين اهو، وهبتدي بقى اليف الحوض بتاعي. كلكم عارفين بتعامل مع الحوض مع كل غسلة مواعين معاملة الطبق. ليفيه ونضفيه وكده تمام. هنا كان اخر اليوم بالنسبة لي، وحبيت بقى اشارككم. هعمل ولادي حاجة حلوة. زي ما قلت لكم يوم الجمعة هو يوم مميز بالنسبة لي، بحب كده افرحهم فيه واحسسهم ان يوم الجمعة ده يوم مش زي اي يوم عادي. كان عندي كيكة من بيكلاند. هي كيكة جاهزة على طول بس جميلة جدا بصراحة، ودايما الفوم بتاعها بيبقى طالع عالي ومفهوش اي يعني ما بيبصي، تحسي ان الكيكة دي بتعمليها ما شاء الله بتكون ناجحة بنسبة 100%. ده لانجلش كيك. نزلت كده بالكيس وابتدي اضربه بالمضرب اهو تمام. كنت بقى مجهزة القالب بتاعي وحاطه له شوية كده من الكاكاو عشان ابطن القالب وما تلزقش فيه الكيكة. في الوقت ده انا مشغلة البوتاجاز بتاعي على درجة حرارة 180. اي زيادات بقى همسحها عشان ما تبانش كده من بره وتبقى ملزقة. طبعا دخلت الكيكة الفرن وهعمل بقى شوية صوص كده ادلع بيهم الكيكة من فوق. حطيت شوية من اللبن ونزلت شوية من الشوكولاتة المبشورة، وهبتدي بقى اقلبها لحد ما تدوب في اللبن. ايوه كده بالظبط. معلقة بقى من الزبدة كده صغننة برضو هقلبها مع الشوكولاتة. خلي يوم الجمعة ده يوم مميز بالنسبة لك وبالنسبة لأولادك، وقضيه كده زي ما انت عايزة، وحاولي كده تميزي لهم اليوم بتاعهم. طلعت الكيكة من الفرن شكلها ملهوش حل، وحطيت بقى الشوكولاتة في الكيس زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ازين الكيكة بأي شكل بقى انت عايزة تزينيه. اي حاجة هتعمليها عليها هتبقى ليها منظر، ولو عايزة كده بس تاكلوها برضو مفيش مشكلة خالص. اهو شكلها جميل وريحتها طالعة من الفرن جميلة جدا. تمام. اي شكل كده بقى اعمله. انا الحمد لله اليوم عدى معايا وكنت مبسوطة وسعيدة بيه جدا، وحاولت ارضي ولادي وحاولت ارضي جوزي فيه بالحاجات اللي هم عايزينها وحابينها. شوية شوكليت شيبس بقى كده من على الوش اهو. تمام. شايفين شكلها عامل ازاي؟
انا اولادي فرحوا بيها جدا وكان طعمها ملوش حل. كريز برضو نحط كده. ده كان اليوم بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبكم اليوم بتاعي ما تنسوش دعمي بالشير واللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.